شوفوا معايا هاد البسيطلات شحال كتجي مبهرة في الشكل ديالها وحتى في مذاقها، حيت درتهم بالدجاج والكروفيت كيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف، وكذلك حتى اقتصاديين حيت غير كمية قليلة ديال الكروفيت كتعطينا تبارك الله كاع هاد الخير. وخدمتهم معكم بالتفصيل ابتداء من الحشوة، كيفاش الاسرار ديال اللذة ديالها وطريقة التشكيل اللي ساهلة بزاف. خاصكم غير تتبعوا كل الخطوات اللي شرحت لكم في الفيديو، وإن شاء الله غادي تجربوها وتنال رضاكم. يلا بلا ما نطول عليكم ونشوفوا الفيديو مع بعض. ونقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونبداو الوصفة ديالنا. فواحد المقلاة وضعت قطعة ديال الزبدة مع زيت الزيتون مع زيت نباتية، غادي نخليو هذيك الزبدة حتى تذوب في هذيك الزويته، وغادي نضيف لها واحد البصلة اللي كتكون متوسطة الحجم مع بورو، اولا ممكن تستبدلوها بالبصلة الخضارية، ديروا جوج حبيبات اللي يكونوا صغارين. وغادي نضيف واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم اللي تنكون حكيتهم، تنضيفهم لهذيك البصيلة وكنشحرهم مزيان مزيان. نخليو هذيك البصيلة حتى تتبال وكتولي تتعسل واحد شي شوية، عاد نضيفو باقي المكونات. هاد السر هذا هو اللي كيجي تعطينا اللذة في الحشوة ديالنا. غادي نضيفو وريقات ديال سيدنا موسى، وعندي علبة ديال الفطر المعلب كنت غسلتها مزيان وطحنتها في الهاشوار اللي كتصبح قطع صغيرة بزاف. غادي نضيفها على ديك البصيلة، ثم من بعد غادي نضيف لنا 400 غرام تقريبا ديال صدر الدجاج اولا صدر الديك الرومي على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نضيف لهم في التوابل عندي ملح، عطريه ديال مسطيله الحوت، البزار، الكمون، الفلفله ماشي الحاره، الفلفله الحلوه اللي هي التحميره. غادي نخلطو مزيان مزيان هاد المكونات مع بعضياتها. نخليو هذاك صدر الدجاج غير يبدا شويه يطيب لينا، يعني ينزل لينا شي شويه. في النص ديال الطياب ديالو غادي نضيف واحد الرابعه ديال الكروفيت اللي كنكونوا بطبيعه الحال غسلناه مزيان وحيدنا له داك الخويط ديالو الاسود، وكنضيفوه على الحشوه ديالنا. الكروفيت كيف ما عارفين ما كيحتاجش بزاف الطياب، فلهذا غنطيبوه غير واحد شي شويه. ضفت هنا 3 ديال المعالق ديال القزبر ومعدنوس، 2 معالق كبار ديال صلصة الصوجا، معلقة صغيرة ديال الصلصة الحارة أولا الهريسة. وغادي نخلطو مزيان المكونات ديالنا ونخليو هاد الحشوة ديالنا حتى تتشحر يعني ديك الميها كلها يعني تقريبا كتجمع أو ما تتبقاش كتشربها. هنا في الأخير كخطوة أخيرة غادي نضيف الزيتون اللي تيكون مطحون، وكذلك شويه ديال هذا الحامض المصير. هنايا من بعد كنوضع الحشوه ديالي في واحد الاناء اكبر، وغادي نضيف ليه 2 باكيت ديال الشعريه اللي كنت طحنتهم مزيان مزيان في الهاشوار. غادي نخلطوا هذيك الشعريه مع الحشوه ديالنا ونخليوها تبرد. واهم نقطه اننا نديروها تسقطر ضروري باش ما تقطع ليناش الورقه ملي نبغيو نخدموا بها. هذاك الماء ضروري خاصنا نتخلصوا منه كله. صافي انا كنخلطها مزيان ونخليها تبرد مزيان مزيان، عاد من بعد نضيف ليها شويه ديال الجبن. هنا ما درتش كميه كثيره، ما بغيتهاش تجيني مالحه بزاف. وهنا غنعطيكم واحد السر ديال هذاك اللون الذهبي ديال البسيطلات. كناخذ زيت نباتيه وكنضيف لها معلقه ديال التحميره وشويه ديال صلصه الصوجا، كنخلطها مزيان وغنخليها ترتاح جيدا. عاد من بعد هنا غادي ندوز باش ناخذ اي صفايه اللي تكون رقيقه وكنصفيها وكنهبط غير ديك الزويته فقط، ما نهبطوش التحميره، حيت الا دهنا بهذاك الزيت اللي فيه التحميره وخلطناها بزاف راه غادي تحرق لينا وما يجيش الشكل ديال البسيطلات ما يجيش زوين. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التشكيل ديال هاد البسيطلات ديالنا. كناخدو الورقه الا توفرات لكم هذيك اللي كتكون مربعه اصلا كتباع في المراكز التجاريه فخذوها من الافضل، الا ما توفراتش خذوا هذيك الدائريه العاديه وقطعوها. بالنسبه للعبار هنا تقريبا واحد 18 سنتيم على 18 باش يجيكم الشكل ديالها يجيكم مزيان ومريح. كناخذ جوج وريقات وكندهن ما بيناتهم مزيان بهذيك الزيت اللي حضرناها، وكناخذ الدائره اللي القطر ديالها 8 سنتيم وكنبدا نوضع الحشوه ديالي. هنا بالنسبه للكميه كندير واحد الكميه مزيانه باش تيجيوني دوك البسيطلات عامرين وعاطيين العين وكيجيو حتى يعني في المناظر ديالهم هما هادوك، يعني ما يجيوش ناقصين بزاف. صافي انا كنبقى نضغط على الجوانب باش تاخذ لي داك الشكل الدائري كيف ما كتلاحظوا. كنهز الورقه الاولى بهذه الطريقه، يعني الورقه الاولى غير هزوها بطريقه عشوائيه، ما تخافوا من حتى شي حاجه ماشي مشكل، فقط غير كنلموا الجوانب ديال الورقه ديالنا كيف ما كتلاحظوا، وكنحاولوا اننا نزولوا الزوائد، ما نخليوش هذاك الزائد ديال الورقه يجينا متراكب او لا متراكم داخل الورقه ديالنا، من الافضل نزولوه. صافي كناخذها وكنقلبها على الظهر ديالها، وكان هنا كنستعن ببياض البيض. دائما البسيطلات تستعملوا ببياض البيض، راه هو كيدير واحد الدور ديال الكولا اللي زوين بزاف، احسن من الطحين والماء. هذه من وجهة نظري ومن نتيجة ديال التجربة ديالي يعني هذا الشيء اللي دوزت في هذا المجال هذا.
صافي هنايا شوفوا كيف معايا مزيان، كنبقى نهز الورقة ديالي وحيدة بوحيدة، يعني واحد الطية وكنحطها على الأخرى وكنلصق ببياض البيض، كندير الثانية وكنلصقها على الأخرى على أختها اللي حداها، وكنبدا نحط بحال هكذا. ملي كنوصل للأخير ديال الورقة ديالي كنعاود نهز هاديك الورقة الأولانية اللي حطيناها وكنعاود نهزها باش نحط فوق منها الأخرى، باش يجيوني الشكيلات ديال هادوك التنيات يجيوني مقادين وزوينين. صافي هنا عاوتاني في التالي كنحيدو الزوائد ديال الورقة ديالنا، داكشي اللي تبقى لينا زايد فوق الدائرة صافي كنحيدوه، وكنثبتها مزيان وكنلصقها بهذا الشكل، وكنحصلو على البسيطلة ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم الطريقة باش ان شاء الله تجيكم اوضح وتبان لكم مزيان. بالنسبه لهذه الجهه الحرشه دائما تكون عندكم تشوفوا فيها في وجهكم، كندهنوا مزيان بهذاك الزويته وكنوضعوا الحشوه ديالنا في هذيك الدائره وكنهزوها. الطبقه الاولى ديال الورقه ديالنا راها سهله بسيطه، يعني جمعوا الجوانب بربعه ولموا مزيان هذيك الورقه من الجوانب كيف ما كتلاحظوا معايا، وحيدوا الزوائد ديال الورقه. صافي كنجمعها مزيان وكنقلبها كيف ما كتلاحظوا. صافي هنا في الوجه ديالها كندهن ببياض البيض مزيان وكنهز واحد القنيت هو الاول. دائما نسيت ما قلتش لكم في المره الاولى، بداو بالقنيت هو الاول، هزوا داك القنيت وحطوه وبداو من حدا تبقاو تهزوا، يعني كديروا واحد شويه كتستعنوا بيديكم بهذاك الاصبع اللي هو الوسطى، هو اللي كتحاولوا ان ديروه في التحت وكتبقاو تنيو الورقه ديالكم بهذه الطريقه الموضحه امامكم. ان شاء الله راه طريقه بسيطه، غير هو مع يعني الاستمراريه وتكرار هذه العمليه هذه ان شاء الله غتنجح معكم، وتجربوا هذه نتوما تجيكم بحال كيف ما كتشوفوا هاد البسيطلات هادو اللي كيجيو بهاد التنيات وبهاد الطيات، كيجيو الشكل ديالهم مختلف وكيجي زوين، ويعني شي حاجه اللي زوينه وكتجي حتى في المناظر ديالها من بعد التزيين كتجي شي حاجه اللي راقيه وغزاله. دائما هنايا دوك التنيات تنحاول نحطو حيده على وحيده كيف ما كتشوفوا وكنزولوا الزوائد بهذه الطريقه الموضحه امامكم. وتندير هذاك بياض البيض باش كنثبت هذوك الطيات على بعضياتهم، ولا كانت حتى شي طيه هكذايا طالعه كنعاود ندير لها هذاك بياض البيض وكنلصقها مزيان بحال هكذا. شفتوا تيكون هذا هو الشكل ديال هاد البسيطلات هادو. هنايا قبل ما كندخلهم للفرن كندهنهم واحد الدهنه غير خفيفه بهذيك الزويته اللي كانت بقات لينا باش كتضيف تزيد عطينا واحد اللون تيجي محمر وزوين للبسيطلات ديالنا. كندخلوهم للفرن تكون النار عليهم غير من الاسفل، خليهم يطيبوا على خاطرهم، يعني ممكن ديروا لهم 170 180 درجه وخليهم يطيبوا مزيان حتى تشوفوهم انهم بداو يتحمروا لكم من الجوانب، عاد شعلوا لهم من الفوق يتحمروا شي شويه ويجيكم مقرمشين وزوينين. يعني الورقه طيب لكم حتى من الداخل، ماشي طيب غير تلهب من برا وتبقى من الداخل معجنه. ودابا غادي نشوفوا طريقه ديال هاد التويل هذه اللي زينا بها البسيطلات ديالنا. المكونات ديالها غادي نحتاجو 7 غرام ديال الدقيق، 45 غرام ديال الماء، و20 غرام ديال الزيت نباتيه، وملونات غذائيه حسب الرغبه. فهاد الوصفه ضروري من الميزان، ما تقولوش ليا الملعقه اولا الكاس ديال العنبه، راه ما يمكنش، خاصنا ضروري الميزان نعبروا هاد الاوزان بالتدقيق. كنطحنوا هاد المكونات كلها مزيان مع بعضياتها، من بعد غادي نضيف ملون غذائي حسب الرغبه. انا درت هنايا لون بنفسجي. كنعاود نخلط هاد المكونات كلها وفوق النار على مقلاة اللي كتكون يعني ساخنه ولكن ما سخوناش بزاف، كنديروا النار غير متوسطه، وكنبدا نوضع هكذايا دوائر بالملعقه وغادي نخليوها حتى تبدا تكون لينا دوك الفقاعات وكتنشف مزيان مزيان. يعني هانتوما شوفوا خليت لكم مراحل بالتفصيل باش تشوفوا كلشي مع بعض يعني بانفسكم. كنخليها بحال هكذا، كنبدا غير نكحس شي شويه في البوطه يعني جهه النار اللي كنشوف انها مازالين خضرين، وصافي تنبقاو نخليوهم حتى تينشفوا لينا مزيان وكيتعزل هذاك الزيت كيولي غير بوحديته، والفقاعات تيوليو تيتشكلوا لينا بحال هكذا. ملي كتبقى هذيك الفقاعات ما تيبقاوش يديروا بزاف كنزولوا هذيك التويل ديالنا من فوق المقلاة. انا خليت لكم باش تشوفوا المرحله كلها. شفتوا لا لاحظتوا غتلقاو هذه اللي غادي نهز دابا انايا راها نشفات، فكنهزها بسهوله بواحد سباتولا ولا بواحد هكذايا، كنهزها وكنوضعها فوق هكذا الورق ديال الطبخ باش تنشف لينا من هذاك الزيت. وهذه اللي خليتها نسيتها، الا لاحظتوا راه بدات تحمرات شي شويه من الجوانب، صافي غير تشوفوهم انهم بداو تينشفوا غادي تحيدوهم. شوفوا هنايا من بعد ما تزولوا هذوك الدوائر الاولين مسحوا المقله ديالكم مزيان باش تخلصوا من داك الزيت اللي تيكون زايد باش ما يتحرقوش لكم، وصافي تنبقاو مكملين بنفس الطريقه
حتى تنكملوا الخليط كله اللي عندنا، وتنحصلوا على هاد لي تويل هادو بهاد الشكل هذا اللي جميل بزاف. ممكن نزينوا بهم المملحات، ممكن نزينوا بهم حتى لي باتيسري. راه كاينين بزاف الوصفات ان شاء الله باذن الله. الا استطعت وقدرني الله سبحانه وتعالى وعندي شي وقيت، نشارك معكم وصفات اخرى ديال هاد لي تويل هادو اللي متنوعين، وجربوهم ان شاء الله وتزينوا بهم اطباقكم. هنايا غنوريكم باش غادي نزين البسيطلات ديالي. عندي هادوك لي تويل اللي حضرناهم، انصاف ديال الحامض درت لهم حبوب ديال بافو، وعويدات ديال اليازير. هنايا البسيطلات ديالنا من بعد ما تحمروا وخداو هذاك اللوين الذهبي وتقرمشوا، زينتهم انا على هذه الطريقه هذه سهله وبسيطه. وهنا اعطيتكم فقط غير مقترح ديال هذا التزيين هذا. نتوما ما شاء الله عليكم عارفكم حاذقات ومبدعات، زينوا بالطريقه اللي حبيتوها. شوفوا معايا كيفاش كيجيو الشكل ديالهم، تيجي راقي وزوين في الاخير بهذاك لي تويل وهذاك التزيين اللي درنا لهم تيجيو زوينين. هنايا غنوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. هاد البسيطلات هادو راه صراحه من ألذ ما يكون، ما كيجيش باين فيهم نهائيا هذاك الدجاج انه دجاج، كيجي كانه حوت، وكيجيو لذاذين بزاف بهذيك التتبيله اللي درنا ليها وبالخطوات كلها اللي درنا مسبقا. وشوفوا معايا تبارك الله شحال كيجيو عامرين بهذيك الطريقه ديال التعمار اللي درنا ليهم. كيجيو تبارك الله شباعين، يعني اللي كلا وحيده ما غاديش يعاودها. وكيجيو محمرين وهذاك اللون ديالهم مذهب كيف ما لاحظتوا، وطيبناهم مزيان من الفوق ومن التحت. والورقه ماشي كثيره بزاف، ما معجنه ما حتى شي حاجه، داخلها الطياب حتى لداخل ديالها. راه ان شاء الله الا تبعتوا كل النصائح اللي عطيتكم من بدايه الفيديو غتحصلوا على بحال هاد البريوات بحال هاد البسيطلات هادو بهذا الشكل ديالهم. طبقوا ان شاء الله غير كل الخطوات وغتحصلوا عليهم بحالهم او احسن منهم ان شاء الله. نتمنى لكم الخير كاملين، وطبقوا الوصفه شاركوها معايا اما في الفيسبوك او في الانستغرام. هذا الروابط غنخليها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وخليتكم على خير. نتمنى هذه الوصفه هذه تكون نالت رضاكم. الا عجبتكم فما تنساوش ديروا واحد اللايك للفيديو وشاركوا مع الاحباب ديالكم لتعم الفائده. ونتلاقاو في فيديو قادم. وفي الختام لكم مني كل الحب والوئام والصلاة والسلام على خير الأنام، فصلوا عليه وسلموا.